الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف على كاع الفيديوهات اللي درت لكم سابقا، وغادي نصنفو من الفيديوهات المرعبه بزاف. الرعب اللي غادي يكون فيه غادي يكون رعب حقيقي، وهذا الشيء باش كتميز. اليوم غنهضروا على واحد من اخطر الجن والشياطين اللي كاينين، والخطوره ديالو كبيره بزاف لدرجه واحد العدد كبير من السحرة ما قدروش يقربوا لجهته، والساحر اللي كيفكر يقرب لجهته كيتسالى به المطاف وهو ميت. هذا الشيطان هذا تذكر في اخطر الكتب ديال السحر، وما بين هاد الكتب تذكر في اخطر كتاب واللي هو شمس المعارف الكبرى. هاد الجن اللي غادي ندويو عليه اليوم التعامل معاه صعيب بزاف، وتيقولوا غير شي سحرة قلال اللي قدروا يوصلوا ليه، وبالضبط السحرة القدام اللي وصلوا لواحد الدرجه ديال السحر اللي كبيره، لكن عدد كبير منهم اللي غادي يحماقوا بسبب هاد الشيطان. ونزيدكم اليوم غادي نعرفوا شي حوايج وشي حقائق في عالم الجن والشياطين اللي ما عمركم سمعتوا به، واللي غادي تعرفوه من متيقن بلي غادي تصدموا. باش بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، سيروا لشي بلاصتكم ترونكيل وتكونوا مرتاحين وديروا لي كيت ديالكم. بسم الله على بركه الله. القصه ديالنا غادي تكون على الشيطان ناصور. كاينين شياطين اللي كيسميو راسهم بهذا الاسم ديال ناصور، ولكن حنا غادي ندويو على الشيطان الحقيقي ناصور ابن ابليس. بزاف الكتب ديال السحر اللي منهم العزيف وشمس معارف الكبرى وكتاب تسخير الشياطين وكتاب السحر العظيم وكتاب التابوت الاسود وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيه تسخير ملوك الجان وبزاف ديال الكتب السحر الخطير ذكروا كاملين هاد الشيطان ديال ناصور ابن ابليس. زائد كيقولوا ان اخطر السحرة اللي دازوا في التاريخ واللي منهم الساحر هازار، بزاف اخرين اللي ما عندكم لا تعرفوهم. زائد ان كاينين بزاف ديال السحرة الخطيرين في العصر ديالنا الحالي اللي منهم الساحر السوداني. يقال ان هاد السحرة كاملين اللي ذكرناهم دابا انهم تعاملوا مع الشيطان ناصور. دابا اجي نتعرفوا على شكون هو هاد الشيطان ناصور، فين تيسكن وشنو هو الشكل ديالو. الاسم ديالو كيف ما كتعرفوه هو ناصور ابن ابليس، وفي الحقيقه من ابناء ابليس المقرب. والبعض كيقول ان هذا ناصور ماشي ولد ابليس نيشان، يعني ولده، حيت اصلا ولد ابليس غادي يكون مات، يعني هذا ناصور ولد ابليس. اما بالنسبه للقوه ديالو والمكانه ديالو وعلاش كيخافوا منه الصحراء بحال هكا فين كيسكن، بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذه اللحظه. الاسم ديال القبيله اللي تعيش فيها ناصور واللي هو الحاكم ديالها هي قبيله نواصر الكبرى. هذه القبيله هي من اكبر واقوى القبائل اللي كاينين واللي تعيشوا فيهم الشياطين والجن. السبب ديال هذه القبيله اللي خلى انها تكون عندها هذه القوه اللي كبيره هو العدد الكبير ديال الشياطين اللي فيها والقوه اللي عندهم. وكيقولوا بلي قبيله نواصر الكبرى واللي الحاكم ديالها ناصور ابن ابليس كما قلنا كتحكم في 700 قبيله، وكل قبيله من ديك 700 كيتحكموا في 700 قبيله اخرى من تحتها، وعاد هذوك القبائل اللي تحت كاع كيتحكموا في قبائل اخرى. يعني تخيل معايا العدد ديال الشياطين اللي كتحكم فيهم هاد قبيله نواصر الكبرى. وبما ان ناصور هو الحاكم ديال هذه القبيله فهو اللي تحكم في هاد الشياطين كاملين، وكلهم كيعيشوا تحت من الحكم ديالو. داكشي باش هاد القبيله عزيزه على ابليس وقريبه ليه اكثر، يعني كتجي واحد القبيله اللي قويه، يعني كيبغي هاد القبيله بزاف. وزيدكم واحد الحاجه اخرى اللي ما كنتوش عارفين، هو ان هاد القبيله ديال ناصور كتسيطر على كل قارين. اي قارين كاين في هاد الكون، يعني كنعرفوا ان كل انسان عنده قارين ديالو ديال الجن. دابا تخيل معايا كل قارين كاين في هاد الكره الارضيه عندهم الملك ديالهم ولا الحاكم ديالهم واللي كيتسمى حاكم القرناء، واللي الاسم ديالو ابدي باش العامرين. تخيل معايا هاد القرناء ديال العالم كامل اللي كاينين في الكون كيحكم فيه هاد الشيطان ناصور. قلت لكم هاد الشيء غير باش تعرفوا القوه ديال هاد الشيطان، تعرفوا المكانه ديالو في العالم ديالو. ودابا غادي ندوزو نتعرفوا على الشكل ديالو والصفات ديالو، واللي في الحقيقه مرعب. بالنسبه للشكل ديالو والصفات ديالو هنا كاين واحد الاختلاف بين السحره والكتب ديال السحر اللي تذكر فيهم هاد الشيطان. انا غادي نقول لكم علاش كاين هذا الاختلاف. بالنسبه للسحرة اللي قدروا يوصلوا لمراحل خطيره من السحر ما بقاش عندهم القلب وقدروا يوصلوا لاخطر الشياطين. يقولوا باللي وصلوا لهذا الشيطان الكبير ناصور ابن ابليس. واحد من هاد السحرة كتب في الكتاب ديال السحر اللي حضر هاد الشيطان ناصور في واحد الجلسه، وكان الشكل ديالو كيخلع بزاف. كان واحد الشيطان اللي كبير وعنده قرنين وعنده عينين كبار واللون ديالهم احمر، وكان لابس واحد العبايه اللي اللون ديالها اسود، وفي الرقبه ديالو سلسله. بالنسبه للساحر الاول. دابا اجي نشوفوا شنو قال الساحر الثاني. الساحر كيقول بلي الا بغيتي تحضر هذا الشيطان ناصور خاصك تحضروا يوم السبت، ومن غير يوم السبت ما يمكنش ليك. وملي كيبغي يحضر كيجي على شكل راجل كبير في السن، الوصف ديالو طويل القامه واللون ديال البشره ديالو
سوداء وعينيه كبار بزاف واللون ديالهم ابيض، وكتكون عنده واحد العصيه ومكتوب عليها شي رموز وطلاسيم شيطانيه. ملي كيحضر هذا الشيطان قدام الساحر، هنا الساحر كيبدا يسمع اصوات اللي غريبه، زائد انه كيسمع الصوت ديال الرعد. كيقول هذا الساحر باللي ما تقدرش تشوف فيه بسبب الشكل ديالو المخيف اللي كيشيلك به. اما بالنسبه لكتاب شمس المعارف الكبرى، حتى هو جاب لنا الوصف ديال هذا الشيطان ناصور ابن ابليس. انا غادي نقول لكم الوصف ديالو. كيقول الكتاب ان الشيطان مارد ضخم كيتمشاو معاه سلاسل من النار تيضرب بهم الشياطين الكبار اللي ما تنفذوش داكشي اللي كيقول ليهم ولا تامرهم به. بالنسبه للتحضير ديالو، كيقول هذا الكتاب ديال شمس المعارف اللي ناصور كيحضر في الحمام، كيجي الساحر على شكل قط اسود، الهيئه ديالو كبير ومخيف. لكن دابا غادي نلاحظوا كيفاش كل ساحر قال لنا الوصف ديالو كيفاش شاف ناصور، زائد ان بزاف ديال الكتب ديال السحر كلهم قالوا لنا واحد الوصف اللي معين، يعني كاين واحد الاختلاف. لكن الحاجه الوحيده اللي كيتفقوا عليها كاملين جميع هاد السحر وجميع هاد الكتب ديال السحر، كيتفقوا على حاجه واحده، بلي هاد الشيطان ناصور قوي بزاف والمعامله معاه صعيبه حيت شرس وقبيح بزاف. اما دابا غادي نكتشفوا شنو هي الخدمه المعينه ديال هاد الشيطان وفين وصل بهاد الخبز ديالو. الاغلبيه ديال السحرة وكتب السحر كيقولوا باللي المارد ناصور كيتستخدم في اخطر انواع السحر واللي هو السحر الاسود، وكيتم التسخير ديالو بالضبط في السحر ديال تفريق الازواج، وهذا من اخطر انواع السحر واللي حضر منه الكتاب ديالنا الكريم القران الكريم. قال الله عز وجل: فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. زائد هذا السحر ديال التفريق تذكر في بزاف ديال الايات القرانيه. لكن بالنسبه للخطوره ديال هذا الشيطان واللي كتخلي السحرة كاملين يبعدوا عليه، هي ان ناصور يقدر يقتل اي ساحر حضره وخلاه واحد الفتره طويله وبلا ما يطلب منه حتى اي عمل شرير. يعني تخيل معايا شي ساحر مثلا لا حضر هذا الشيطان ناصور وبقى ما طلبش منه واحد العمل اللي شرير وتعطل عليه، هنا الشيطان يقدر يقتل الساحر دغيا. اما هذاك الساحر الا بغى يخدم الشيطان ناصور شي حاجه ديال الخير فهنايا كيقتلوه، حيت خصكم تعرفوا ان هذا الشيطان من اشد الشياطين كفر وما كيبغيو حتى شي حاجه فيها الخير. المهمه ديالو هو انه يشوف الانسان كيتعذب باش يكون هو بخير. داكشي علاش كتعتبر ما بين الشياطين اكثر كفرا وفسادا. ودابا غادي نشوفوا كيفاش الساحر كيقدر يوصل لهذا الشيطان الناصور. وإلا هذاك الشيطان حضر عند هذاك الساحر شنو كيطلب منه؟ الشيطان ناصور من الشياطين اللي كيطلبوا بزاف ديال الحوايج داك الساحر اللي بغى يحضرهم او اللي بغى يستعملهم في شي حاجه. وبطبيعه الحال ناصور كيطلب منه واحد المقابل اللي كبير بزاف، زائد ان هذا المقابل كيكون خطير. واول حاجه كيطلبها منه هو انه يبقى تحت الخدمه ديالو. الشيطان ناصور اي حاجه قالها لذاك الساحر غادي يدير. شي نهار هذاك الساحر فكر باش ما يبقاش يدير ديك الاوامر ديالو كيقتلو مباشره، يعني داك الساحر خصو يبقى الخادم ديالو حياته كامله حتى يموت وما يفكرش يتوب شي نهار. ونقدروا نقولوا هذه هي اغبى حاجه يقدر يفكر فيها شي ساحر من بعد ما يحضر الشيطان ناصور. زائد من الطلبات الاخرين اللي كيقدر يطلبها الشيطان من الساحر وهو يقدم ليه قرابين ويسجد ليه، وهو ان الساحر ضروري خاصو يكون على نجاسه، وطريقه السجود لهذاك الشيطان والعياذ بالله خاصو يركع في اتجاه عكس القبله، وخاصو يبقى يقرا سور من القران ولكن بواحد الطريقه اللي معكوسه، ومن بعد غادي يركع لهذاك الشيطان والعياذ بالله. الشياطين كلهم وناصور ديما كتلقاهم كيطلبوا شي حوايج عكس الدين والاسلام، وبعض المرات هاد القرابين اللي كيطلبهم ناصور كيمشيو بعيد، وبعض المرات كتوصل القرابين بشريه. داكشي علاش بعض المرات كتسمع بلي شي ساحر قدم قرابين من البشر لهذاك الشيطان، وكاين اللي فيهم قدم واحد من ولادو او شي طفل سرقه، وهادشي كامل غير باش يتقرب من الشيطان كثر. وهاد السحرة كاملين الاغلبيه ديالهم كيكونوا كيحاولوا باش يوصلوا لهاد الشيطان ناصور. واللي كيعرف منكم ماسونيين وعبدة الشيطان فرح حتى هما كيقدموا قرابين من البشر، وهذوك القرابين كيكونوا يا اما مع علاقات غير شرعيه اولا كيكونوا اشخاص غير متشردين عايشين غير في الزنقه، كيختاروا هادو بالضبط غير باش ما يوقعوش في شي مشكل مع الشرطه. يعني هاد الناس ما عندهمش الاولياء ديالهم. ونزيدكم واحد المعلومه اخرى، خاصكم تعرفوا ان هاد الشيطان ناصور تعلموا على اليد ديالو سحرة من الانس، وما بين هاد السحرة هو الساحر نمرود واللي كتعتبر من اخطر السحرة اللي دازوا في التاريخ، واللي يقال ان هاد الساحر سجد لابليس او سجد لهاد ناصور ابن ابليس. زائد ان هاد الشيطان ناصور من السحرة اللي كانوا كيستعملوهم المصريين القدام
واي ساحر كان كيبغي يكون قوي وعنده سلطه وقوي ما بين السحرة كان ضروري خاص يوصل لهاد الشيطان ناصور. داكشي باش قلنا ماشي اي ساحر يقدر يوصل لهاد الشيطان الكبير ناصور. داكشي باش كيحاولوا يوصلوا غير لهادوك الشياطين اللي تحته كيبغيو يوصلوا على الاقل للاعوان ديالو، الاعوان ديال هاد الشيطان ناصور. وخاصكم تعرفوا ان حتى هاد الاعوان ديالو حتى هما قويين بزاف، زائد ان الطلبات ديالهم كتكون صعيبه وقليل اللي كيقدر ينفذ الطلبات ديالهم. الطريقه باش كانوا كيحضروا هاد الاعوان ديالهم حتى هي صعيبه وخطيره، وإلا مشى حتى دار شي غلط بسيط كيؤدي به للموت. لكن السؤال المطروح هو واش هاد السحرة كاملين واش بصح قدروا يوصلوا لهاد الشيطان ناصور او لا بعض الشياطين تفلاو عليهم ووهموهم انه هو ناصور بنفسه. بكل بساطه وكون حضروا هاد الشيطان ناصور كانوا كلهم غادي يتفاهموا على الوصف ديالو، يعني ما كانش غادي يكون اختلاف. وحتى بالنسبه لطريقه التحضير ديالو حتى هي مختلفه، يعني ما متفقينش على حاجه وحده. يعني نقدروا نقولوا ان الشياطين واحد اخرين تفلاو عليهم ووهموهم بانه هو ناصور، كيف ما كيديروا بعض الشياطين مع بعض السحرة كيوهموهم على انهم هما ابليس، وهذاك الساحر عند بالو انه حضر ابليس بنفسه، وهذه واحد الحاجه اللي مستحيله. وهكا الخوت غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا، وخاصكم تعرفوا ان هادشي كامل اللي قلناه غير من باب المعرفه والحذر فقط. فإلا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو.